السلام عليكم خوتنا، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. خوتي التصنيف الجديد هذا تاع الفيفا تاع احسن دوريات في العالم، الجزائر احتلت المرتبه الثانيه افريقيا وال20 عالميا. مهما يكون البطوله تاعنا احتلت ال20 عالميا، راهي حاجه كبيره على كل. ما على بالناش الشروط، وشنو هي الشروط، كيفاش يديروا يخيروا البطولات هذو، كيف يديروا يصنفوهم. ولكن المرتبه 20 عالميا هي حاجه مليحه، وثاني افريقيا معناتها راهي احسن من البطوله التونسيه واحسن من البطوله المغربيه، احسن من البطوله المهم خوتي احسن. دوك نقرا لكم موقع هذا وين تونسي اللي هضر عليها بالتفصيل ودار احسن 10 بطولات. ورغم كاع النقائص اللي عندنا هنايا، على بالكم البطوله تاعنا كيفاش حتى سميناها البطوله المنحرفه ماشي البطوله المحترفه. هكذاك هو راه احتلت المرتبه الثانيه افريقيا، يتسمى ما شاء الله ما شاء الله. كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن تصنيف الدوريات المحلية لعام 2022، والذي شهد وجود الدوري المصري الممتاز في المركز 13 عالميا والأول عربيا وإفريقيا، وتراجع الدوري التونسي إلى المركز 68 عالميا والثامن على مستوى القارة الإفريقية. ويتم احتساب ترتيب كل دوري بناء على نتائج أنديته في المسابقات القارية، إذ إن أداء الأندية في البطولات القارية يؤثر في عدد نقاطها في تصنيف الدوريات المحلية. دوريات مصر والجزائر والمغرب والسودان الأقوى في إفريقيا. جاءت بطولات شمال إفريقيا في صدارة التصنيف الجديد لقارة إفريقيا، حيث تحتل بطولة الدوري المصري المركز الأول، متقدما على الدوري الجزائري الذي يحتل المركز الثاني إفريقيا وال20 عالميا، ثم الدوري المغربي في المركز الثالث على مستوى القارة السمراء، والرابع والعشرين على المستوى العالمي. واحتل الدوري السوداني المركز الرابع في إفريقيا والمركز 33 بين جميع دوريات العالم. وشهد التصنيف الجديد تراجع الدوري التونسي إلى المركز الثامن على المستوى الإفريقي والمرتبة 68 عالميا. تصدر الدوري البرازيلي المرتبة الأولى لعام 2022 وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، وحل الدوري الإنجليزي ثانيا والإسباني ثالثا والألماني رابعا والإيطالي خامسا والفرنسي سادسا والبرتغالي سابعا والهولندي ثامنا والأرجنتيني تاسعا وباراغواياني عاشرا.